بتاكل أكل صحي وبتلعب رياضة وبتحافظ على نظافتك الشخصية وبتحاول تبعد عن الدخان، ورغم كده مش عارف تقوي جهاز المناعة جوه جسمك. على فكرة، تقوية جهاز المناعة دي كدبة كبيرة. يلا نفهم مع رندا فايق ايه الحكاية. جهاز المناعة هو خط الدفاع الطبيعي جوه جسم كل واحد فينا، وهو المسؤول عن حماية جسمك من الأمراض والعدوى، وبيتكون من شبكة معقدة من الخلايا والأنسجة والأعضاء، وكل دول لازم يشتغلوا مع بعض علشان يقدروا يتعرفوا على المواد الغريبة الضارة جوه جسمك. فالجهاز المناعي بيقف وبينهار بالحالات النفسية، لما تكون حاسس بحزن شديد من كتر الصدمات اللي في حياتك. أنا مش بقولك ما تزعلش وما تحزنش، وده لأنك إنسان طبيعي بتمر بحالات وجع وضعف وألم. بالراحة على نفسك شوية، بلاش تجلد نفسك، انت الوحيد اللي هتخسر. فمهما أخدت من مقويات وفيتامينات وأكلت أكل صحي وكنت بتلعب رياضة أو حتى تتمشى، فانت استحالة تقدر تحافظ على جهازك المناعي طول ما انت متوتر وحزين. فالتوتر يا عزيزي مرتبط بضعف جهاز المناعة، وده اللي بيسبب لك الإجهاد اللي بيخليك تتعب من أقل مجهود، بيخليك على طول حاسس بالكسل والخمول بسبب زيادة هرمون الإدرينالين والدوبامين والكورتيزول جوه جسمك. وكل الهرمونات دي هي اللي بتقلل من قدرة جسمك على تكوين الخلايا الليمفاوية اللي بتساعدك على محاربة الفيروسات والبكتيريا. علشان كده انت لازم تحافظ على جهازك المناعي في انك تفكر في حل اي مشكلة بطريقة ايجابية. وخلوا بالكم، في نوعين من المشاكل احنا بنمر بيها، يا اما مشاكل بنكون احنا السبب فيها فبنأذي فيها نفسنا بسبب الغضب او الانتقام او التسرع او الحقد، وكل دول بسبب سوء التربية. والنوع التاني من المشاكل هي المشاكل اللي اتحطينا فيها غصب عننا نتيجة خذلان، غدر، حد أخد حقك، حد اتكلم عليك كلام مش كويس. فالمشاكل بمختلف أنواعها هي السبب في ضعف جهاز المناعة. علشان كده أنا هكلم النوعين دول من الأشخاص. رسالتي للأشخاص المؤذيين: انت كده كده جهازك المناعي هيتدمر من كتر السهر والتخطيط في التفكير في شروركم، حتى لو كان مش واضح ولا باين عليكم. صدقوني هتنهاروا خلصانة. فالنوع التاني من الأشخاص، اسمعوني كويس، اوعوا تكونوا ضحايا لأي حالة نفسية، علشان في النهاية انتوا هتخسروا، والناس اللي عايزة تكسركم هيشمتوا فيكم. ليه تديهم الفرصة؟ اعملوا اللي عليكم وسيبوا ربنا يشتغل، مش صعبة. جهاز المناعة جوه جسمك هو المفتاح اللي هتقدر تكمل فيه حياتك. بلاش تكسره بإيدك، ده ربنا سبحانه وتعالى طمنك وقالك: لا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. فيا عزيزي، خد حالتك النفسية في شنطة واقفل عليها بمفتاح نجاتك، وهو التوكل على الله. صدقني، الحياة أبسط ما يكون. الحالة النفسية مهمة جدا في الحفاظ على جهازك المناعي.